السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. واش اخباركم الحباب؟ لاباس عليكم؟ كنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير، وكنقول لكم دائما شكرا ومرحبا بكم في قناتي المتواضعة البسيطة. شكرا لكم وشكرا من القلب، تحياتي لكم اينما كنتم في بلاد العالم، اللي كتشجعوني وكتدعموا قناتي وكديروا تفعيل زر الاشتراك بالصدق واتقان. جزاكم الله خيرا. كنتمنى يدوم التواصل بيناتنا بصدق وبمحبة إن شاء الله. اليوم غنشارك معاكم البغرير المغربي أو القطايف بالنسبة الدولة اللي أنا فيها سعودية. كل واحد كيفاش كيسميه. أنا هنا عندي السميدة الرقيقة اللي كنقولوا لها الفينو، الرقيقة اللي كنحتاجها أنا في البسبوسة. هي هذه. عندي كاس من هذا الحجم بحال هكا، هو هذا. بسم الله، اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وزدنا خيرا منه. عندي كاس تقريبا بحال هكا معامرت مزيان من هاد من الدقيق البر او الدقيق ديال القمح، حتى هو مسامد. يعني انا كنحاول نديرهم بجوج كما كتشوفوا. هنا نزيد الخميره ديال الباكنج بودر، ما نعمرش الملعقه بزاف. وهنايا عندي الخميره الفوريه، يعني غنخلط ما بين هذه وهذه بحال هكا كما كتشوفوا. كلشي قدامكم، ما ندير فيه لا حليب لا حتى شي حاجه. اللي بغى يدير فيه حليب. بالنسبه للملحه، بالنسبه للسميده والطحين ديال الزرع راهم بنان بلا ما نكثروا بزاف. يلا بسم الله على بركه الله. كنكب واحد القياس، يعني راه عيني ميزاني مع الخليط بحال هكا كنخلط. عندي الدراب عاد ندرب به. شوفوا يعني راه هو كيتطحن. شوفوا هنايا غنخلط مزيان مزيان مزيان. دابا غنحطو في الخلاط باش يتخلط مزيان، باش هذيك السميده تطحن حتى هي. من بعد ما خلطت مزيان مزيان في هذاك الصحن ديال سوبيره، دابا غنطحنو باش يتجانس مزيان. شوفوا من بعد ما طحنتها، ما كنبغيش نطحنو في مره باش كيجي ناعم ناعم، لا كنبغي هذيك الحبه شويه تبقى شاده ديال النكهه ديال او النسمه. كنحس بان الزرع راه كاين، يعني ما نديروش رطب في مره. انا علاش الغرض ديالي او القصد ديالي نديرو بالزرع او بالسميده باش كتجيني هذيك البغريره مشوكه واقفه كما كتشوفوا ما شاء الله. دابا صافي غنغطي عليه نخليه واحد ثلث ساعه، ومن بعد نرجع معكم ان شاء الله باذن الله. كنتمنى هذا الفيديو يعجبكم. تشوفوا ما شاء الله تبارك الرحمن. من بعد ما خمرات بحال هكا نخبطها بحال هكا، نخلطها مزيان مع بعضياتها. والمقله كتسخن، وان شاء الله يعجبوكم هاد الطريقه ديال البغرير او القطايف اللي كندير. كيجيو رائعين وبنان بالنسبه اللي كيبغي يدخل واحد اللذه ديال الزرع. كما كتشوفوا من بعد ما حمات المقله، دابا غناخذ واحد القياس اللي نحط ديال البغريره. يعني ما بغيتهمش كبار بزاف وما بغيتهمش صغار، بحال هكا. شوفوا ما شاء الله تبارك الرحمن كتبدا. بسم الله، اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وزدنا خيرا منه يا رب العالمين. شوفوا كيف تفتح ما شاء الله تبارك الرحمن، ما شاء الله تبارك الرحمن، ما شاء الله تبارك الرحمن. الله يديم النعمه يا ربي ويحفظها من الزوال. كتشوفوا ما شاء الله تبارك الرحمن. شوفوا يعني نقرب لكم الكاميرا. داخل فيه الدقيق الاصفر والدقيق كما كنقولوا الزرع. شوفوا من التحت كيفاش كيجي وزال ما شاء الله. الله يديم النعمه يا ربي ويحفظها من الزوال. بعد ما كنبقى نخبز كنحطهم بحال هكا ما شاء الله. شوفوا كيفاش كيجيو وزالين ما شاء الله. هادو خليتهم صغيورين.
ما شاء الله تبارك الرحمن، وكنغطيهم بحال هكا باش يبقاو سخان. كتشوفوا ما شاء الله تبارك الرحمن، حطيته في هذا الصحن، وهنايا حطيت العسل ومازال غنزيد الزبده باش اللي بغى شي حاجه كياخذ على القياس ديالو. كنتمنى ان شاء الله هاد القطايف او هاد البغرير اللي درت معكم ديال الزرع ينال الاعجاب ديالكم ان شاء الله تبارك الرحمن. شوفوا كيفاش تيجي صحي وما فيه حتى شي حاجه اللي عذرنا، كنصاوبوه على يدينا عادي، ما فيه حتى شي اضافات كثيره. شوفوا كنحط الزبده ما كنكثرش، على حسب بحال هكا، كنخلط كنحاول ما كنديرش هذاك المغزل، لان بغيت ما نكثرش المغزل كيهز بزاف. نحاول نحركها مزيان وصافي، اللي بغى شي حاجه راه ياخذها. كاين اللي كيديرها بزيت زيتون، يحط زيت زيتون حتى هو كيجي رائع وزوين. نقدموا بصحه والراحه مع واحد البراد ديال اتاي جاهز مشحر كيبرد القلب، ولكن ما عندناش الشيبه لاننا حنا عندنا الجو سخون. انا عمري ما شفت الشيبه نهائيا، غير النعناع واشكال اخرى ديال الحباق، انواع اخرى ديال الاعشاب.